لو انت طالب من طلاب الثانويه العامه وقلقان وحيران ومتضايق في الفتره دي، فالفيديو ده رساله اطمئنان ليك. النهارده ان شاء الله باذن الله معانا بنتنا الغاليه عليا قوي 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 قوي، السفيره يوليانا نسيم، الثانيه على مدرسه الشهيد احمد راضي، والثالثه على اداره الخنكه. والنهارده باذن الله هنحكي مشوارها في الثانويه العامه من شهر 8 لشهر 8، يعني من اول ما بدات دراسه لحد ما دخلت الجامعه. اهلا يوليانا. ازيك يا مستر؟ عامله ايه واخبارك ايه؟ الحمد لله. مكسوفه ليه كده؟ عادي جدا، احنا بنتكلم مع بعض ونتناقش قاعدة عشان مع ابويا. الله يخليك يا حبيبه قلبي، ربنا يوفقك. عايزك بقى تحكي لي القصه بتاعتك وحياتك كلها في الثانويه العامه من اول ما بدات لحد ما دخلت الجامعه ان شاء الله باذن الله. اول حاجه مثلا هسالك واقول لك، انت كنت محدده هدف ولا كده بايلك؟ لا، الهدف ده يعني كان اهم حاجة، اللي هو اللي دخلوا المجال ده احسن مني في ايه، اقل مني او ازيد مني، مفيش حاجة هم زيادة فيها او اقل عني في ايه. يعني انت مثلا كنت كاتبه قدامك هدف معين؟ الكلية دي كانت يعني طموح ناس كتير، وكنت انا من ضمن الناس دي. والحمد لله يعني ساعت لي الهدف، وحطيت اللي هي الخطوات المناسبة لحد ما اوصل للهدف اللي انا عايزاه، وربنا وفقني الحمد لله. طيب هل بقى يا يوليانا كده في وسط الكلام اللي احنا والنصايح اللي احنا بنقولها دي، هل التعليم له لازمه؟ اصل في طلبه تقول لك وبعدين بعد ما اتعلم ايه اللي هيحصل يعني؟ زي ما حضرتك كنت بتقول لنا كده، افتكر جملة كنت دايما بتقولها لنا: اتعب في الثانوية هترتاح في الكلية. هم دلوقتي شايفين ان هم بيتعبوا وحاسين ان بعد كل ده ايه، يعني في فلان وفلان وفلان ما وصلوش، بس في فلان وفلان وفلان وصلوا. اختار اللي هتتعب معاه سنة عشان يريحك العمر، احسن ما تختار الراحة السنة دي وتتعب بقية عمرك. انا اخترت طريق ان انا مثلا هتعب انا بعد النتيجة اي حد بيشوفني حتى لو كان مستني شماتة او ان انا لا دي هتنزل، لا ده مش عارف ايه، الكل اتفاجئ بحاجة فوق، قريب غريب، يعرفني ما يعرفنيش. انا في ناس بقت تعرفني بمجرد ان هي بتسمع عني دي فلانة اللي جابت المجموع الفلاني. شأنك هيرتفع ما بين الناس اللي حواليك، اولهم أو اهلك اللي في البيت اللي عايشين معاك كل يوم. المعاملة غير، اصحابك، نظرة كل اللي حواليك لا هتختلف. انت بقيت في حاجة هم شايفينها عالية قوي. ربنا يصلح حالك يا رب، ونشوفك دايما احسن الناس وبالتوفيق باذن الله يا ست الكل. طيب ده كده بالنسبه لاول جزئيه فيها. طب اما بالنسبه بقى للمدرسين بقى، وخاصه مش هقول لك اشكري فيا بقى، انا مش عايزين نطبل يعني، احنا بنتكلم طبيعي. اللي حصل بما يرضي الله، لا حد يكون مفكر ان انا محفظ الكلمتين جاي تقول لا. اللي حصل بما يرضي الله من اول ما بدانا مع بعض لحد ما خلصنا مع بعض. نبدا مثلا باول حصه، ايه الدنيا كانت ماشيه ازاي؟ بص يا مستر، هو بصراحه يعني كنت بلاحظ فيك ان انت بتهتم قوي ان انت تنصحنا اكتر من ان انت مهتم بالمنهج. يعني انا يعني لسه في ذاكرتي اول حصه دي كانت عباره عن اكتر من 3/4 الحصه نصايح. قعدت تنصحنا، انا فاكره النصايح بالظبط: صحابك وصحابك وصحابك وصحابك. يا جماعه بالله عليكم، الصحاب والصحاب الصحاب، ابعدوا عن الصحاب في الفتره دي. هتبعدوا عنهم سنه يعني هتتعبوا شويه ان لا انا صحابي وازاي ومش عارف ايه، لكن بعد كده لا، حسيت ان الدنيا فرقت معايا بقى بعد النتيجه. لما مشيت على النصايح بتاعتك، صحابك، راعي ربنا في اهلك اللي في البيت اللي بيتعبوا على كل قرش هم بيصرفوا عليك. انت كنت بتقعد تقول لنا الكلام ده: راعوا الفلوس اللي اهاليكم بتدفعها في الدروس، راعوها. كمان قعدت تقول لنا: خدوا بالكم ان مش كل حاجه ان انا هضغط نفسي، وان كل حاجه مذاكره لا هاخد. طب تعالي بقى نتكلم في الخطوه دي واحده واحده بقى. بالنسبه لطريقه المذاكره بتاعتك في الاول كانت ماشيه ازاي؟ لا انا في الاول خدت بنصيحتك اللي هو ايه: امشوا بالراحه، امشوا واحده واحده، بلاش في اول كام شهر دول تخشوا بحماس قوي عشان ما تفقدوش الحماس ده في اخر المشوار. فانا يعني سمعت بالنصيحه وخدت بيها، اللي هو في اول كام شهر لا انا هاخد الدرس هذاكره اول باول، يعني كده اول باول كنت بتذاكر اول باول. طب النقطه الثانيه اللي مضايقه بعض الطلبه، امتحانات الحصص. يعني مثلا انتوا كنتوا بتقفلي في امتحانات الحصص؟ ولا امتحان في ثالثه ثانوي بامانه، ولا امتحان، ولا في ماده حضرتك، ولا في بقيه المواد. مفيش حاجه في النظام الجديد اسمها تقفيل بصراحه. أيوة. مين يجمع نقط اكتر، بس مفيش تقفيل. اعلى درجات، يعني زي ما احنا بنقول للطلبه بتاعتنا، اصل الطلبه اللي ما بيقفلش بيعيط وزعلان وكلام زي كده. لا، ده بالنسبه اللي هيعيط فيه أيوة. يروح يشوف الاخطاء اللي وقع فيها ويعمل فوكس قلنا عليها ويرجع لها تاني. الله يفتح عليك. طب ده كده بالنسبه لامتحانات الحصص. طب امتحانات الشوامل بقى، الشامل اللي احنا كنا بنمتحنه، احلى ما في ثالثه ثانوي امتحانات الشامل اللي كله بيقعد يعمل صياح عليها، وانا عندي امتحان شامل احلى حاجه في الدنيا. اشمعنى؟ بلم اللي فات كله، انا اوريدي مذاكره جزء بجزء وجزء بجزء، لما هاجي اجمعهم مش هتعب في حاجه.
ده لو انا ماشي خطوه بخطوه. طب لو درجاتك بقى، درجاتك في الامتحانات الشوامل كانت عاليه، بتقفلي في الشوامل؟ لا مفيش حاجه برضه اسمها تقفيل. يعني اعلى درجه وصلت لها كام يعني في كانت الشامل؟ 59 من 60 برضه ما قفلتش بس جبت درجه عاليه الحمد لله. كانت برضه استفاده. الحاجه اللي انا وقعت فيها لا رجعت لها تاني. مستر بعد اذن انا عايزه اعرف السؤال ده، وانت ما كنتش سايبني بصراحه، اللي هو ايه انت عايزه تعرفي؟ لا تعالي هعرفك. ايوه. طيب ده كده بالنسبه لامتحانات الشوامل. نيجي بقى في اخر جزئيه او اخر فتره كده اللي هي فتره المكثف. ايه رؤيتك عنها بقى وشغلك عنها في المكثف؟ المكثف هي حاجه من اتنين، يا اما هتكون حاجه حلوه بالنسبه للطالب يا اما حاجه وحشه. انت خلاص المكثف انت على الابواب بتاعه الامتحانات. حلو. حاجه حلوه لو انت ماشي بنصايح المدرس من اول السنه. يعني زي ما انت حضرتك كنت بتقول لنا امشوا خطوه بخطوه. اللي عندنا امتحان شامل ذاكرنا اللي فات، على بال ما جينا عند المكثف وسمعنا النصايح بتاعتك لا لمينا الدنيا. البوستر مثلا كان في حاجات جديده بيضيفها. فتره المكثف البوسترات اللي فيها جمعت المعلومات اللي حضرتك اديتها لي، وبعد كده زي سمعت برضو بنفس النصيحه. لو انا مثلا ذاكرت ساعه 2 الدبل بيبقى في الحل. يعني انت عايزه توصل لي رساله بقى لزمايلك كده او الناس اللي في دفعه 2024 ان اهم حاجه الحل. زي ما انا قلت لكم يا جماعه، لو انت هتذاكر نص ساعه يبقى قصادهم ساعه ونص حل، لو هتذاكر ساعه يبقى قصادها ساعتين حل. يعني الحل مهم جدا بالنسبه جدا جدا جدا. هل في الجغرافيا بس؟ لا في كل المواد. في كل المواد يا جماعه الحل ثم الحل ثم الحل بيفتح افكار جديده. بس مش يعني انا من وجهه نظري ان انا هحل وبعد ما احل انا كده ما استفدتش حاجه، لازم اجري على المدرس. انا في 1 2 3 4 وقف قصادي. طب لو طالب مثلا بعت لمدرس وما ردش عليه او كان بيتهرب منه، سيبه. طب محمد جمال كان بيعمل معاكم كده صح؟ لا احنا كنا بنرخم عليك، وبصراحه انت كنت حابب الرخامه دي، انتوا عايزين تعرفوا طب انا معاكم. انما اللي كان مكبر دماغه هو اضرب امر. طب في اخر فتره بقى، في اخر الفتره اللي هي ايام الامتحانات، مين بقى كان اكتر حد داعم لكم يعني بصراحه بامانه وما تكذبيش؟ انت بجد يعني بعيدا عن مادتك، يعني من قبل ماده حضرتك بكتير وانت واقف اهدوا. فتره امتحانات عادي، ايه المشكله؟ اهدوا اركزوا. خلصنا امتحان الجغرافيا كنا متوقعين لا عادي مستر محمد جمال خلص معانا امتحان الجغرافيا هيسيبنا بقى في الماضي. بعد كده لقيت لا حضرتك لحد اخر ماده اللي هي ماده الفلسفه والمنطق لا معانا. بتنزل فيديو مثلا تخرجنا من مود المذاكره 5 دقايق، جينا بعد الامتحان عملتوا ايه؟ طب طمنوني. طب لو الناس ما بعتلك بتنزل حاله على الواتس بحيث ان الكل يشوفها واللي نسي يطمنك يخش يطمنك تاني. هل كان التطمين ده بقى في مادتي بس ولا في كل المواد بقى؟ لا كل المواد، من اول المواد اللي مش بتضاف للمجموع حتى، ومن قبل الامتحانات كلها كنت بتهيئنا كده نفسيا اللي هو انت داخل على فتره عادي. يعني حتى انا اتذكر حضرتك عملت لنا فيديو قبل الامتحانات كلها وقعدت تقول لنا كل النصايح اللي انا استعد بها نفسيا ان انا طالب ثانويه عامه داخل على مستقبل، بس في نفس الوقت ما توترش فضيع الدنيا مني. والله شرفتيني جدا. بس اخر حاجه عايز اسمعها منك، ويا رب دايما في تألق كده واشوفك ان شاء الله باذن الله سفيره قد الدنيا وماليه على اهلك الفرحه والسعاده. وكفايه الفرحه اللي انا شفتها في عين بابا والله بصراحه بنتيجتك واجتهادك. عايز بقى توجهي رساله لاخواتك اللي السنه دي في 2024 يمشوا ازاي او يوصلوا للحلم بتاعك ده ازاي. دي بقى اخر كلام ده منك للناس بقى كلها. فانا عايزك تظبط الدنيا بقى معاهم كده، عشان الناس في ناس كتير جدا قلقانه وخايفه، لا انا مش هجيب مجموع. وخصوصا كان في حد من الطلبه العزاز عليا زيك كده برضو كان امبارح بيكلمني في الموضوع ده ويقول لي يا مستر والله انا درجاتي قليله في الشوامل فمش عارف اعمل ايه. انا عايزك بقى رساله اطمئنان للناس دي كلها كده. لا الدنيا عادي يا جماعه، يعني خطوات يمشوا عليها كده. الدنيا مش بصوا اعملوا زي ما انا عملت. انا مشيت على الخطوات بتاعت الراجل ده. يعني الراجل ده اب واخ قبل ما يكون مدرس بمعنى الكلمه. يعني انا كتير قابلت ناس تقول لك انا ابوك انا اخوك انا صاحبك لو في حاجه ارجع لي مش عارف ايه. لا كان بيثبت الكلمه بافعاله مش مجرد اللي هو كلام وشعارات لا كان بيثبتها بافعاله. والله لحد من اول يوم في ثانويه عامه لحد اخر يوم هو ما سابناش بمعنى الكلمه. الله يبارك لك. نمشي على الخطوات بتاعته. ايه الخطوات بتاعته؟ اولا ابعد عن الصحاب ابعد عنهم. ده الصحاب. واتنين طريقه مذاكرتك بالراحه. اول كام شهر دول شغل ودنك قبل ما تشغل لسانك. المنهج بتاعك قايم على فكره الربط، فانا لازم اجمع المعلومات اللي هربطها ببعض وبعد كده ابتدي اربط. اشغل ودني الاول مع المدرس واسمعه في اول كام شهر لحد ما اجمع حصيله معلومات، وبعد كده ابتدي اشغل لساني اسال هو دي جت منين، طب دي اربطها بايه. مفيش امتحان تفوته. يعني مفيش حاجه اسمها اصل الامتحان وامتحان حصه ومش مهم ومش عارف طب امتحان شامل والمدرس بيرخم.
مفيش حاجه اسمها الكلام ده. في حاجه اسمها انا هستفيد، حتى لو انا ملحقتش اذاكر وعشان مضغوط او حاجه هحل اللي انا عارفه بناء على شرح المدرس، مش هركن الدنيا. كويس. يعني كده برضو عايزه توصل لهم رساله للحل يعني. كتير الحل على قد ما تقدروا هو المفتاح في النظام الجديد ده. امتحانك مش هيجي زي اللي في الكتاب بالظبط، ولكن برضو خليك انصت للمدرس. المدرس مر بالموضوع ده، انت ما هتمر بيه مرة في حياتك، هو مر بيه 20 مليون مرة قبل منك في الدفعات اللي قبل كده. فاسمع نصيحته، اعمل بيها. انا سمعت كلام الراجل ده بس وصلت الحمد لله. انتوا كمان اسمعوا له باهتمام، اللي يقولوا اعملوه وجربوا، واديكوا شايفين تجربة قدامكم وسمع الكلام. ايه النتيجة بعد كده؟ الحمد لله ربنا كرمك الحمد لله وبقيتي سفيرة قد الدنيا وشرفتيني، وشكرا ليك على النصايح الجميلة، واتمنى تكوني ليكي حياة سعيدة. اتشرف ليا يا مستر ان انت يعني مدرسي وابويا قبل كل دول يعني. الله يخليكي، وكلمة اب دي عزيزة عليا قوي، وربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. زي ما شفتوا كده يا حبايبي مع اختنا وبنتنا وسفيرتنا ان شاء الله في المستقبل يوليانا، يا رب كل الناس تكون استفادت من اللي احنا قلناه وتخلي بالك من مصلحتك. واخر كلمه دايما بنقولها في كل حلقه مع بعضنا، يا تخليك قد حلمك يا تخلي حلمك على قدك. سلام.